بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، أسعد بلقائكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها مع بعض عن مشكلة قابلت زميل لينا على برنامج جيربر أكيومارك، واللي كلمني وقال لي إن هما ما عندهمش في المكان اللي هو فيه بلوتر، فهو عنده أماكن زي للمراكز الهندسية أو حاجة ممكن أطبع عليها. فقال لي أنا عايز أحول الباترون بتاعي أو الماركر بتاعي لبي دي إف من خلال جيربر 10. طيب، عايزين نشوف مع بعض ايه الطريقة السهلة البسيطة اللي ممكن نعمل بيها القصة دي. فهنيجي هنا هنفتح مع بعض زيز بي سي ونخش على لوكال ديسك سي اللي فيه الويندوز، نختار بروجرام فايلز ونختار كومون فايلز. هنلاقي هنا جيربر تكنولوجي، هختار كونفيرت اتش بي جي ال. كونفيرت يعني احول. ازاي تحول اي ملف معمول؟ ما احنا عارفين كلنا ان الاتش بي جي ال دي اللي بتصدر لي او بتطلع لي المراكر بتاعتي بصيغه البي ال تي. فانا عايز الكونفيرت دي تحول لي كمان المراكر من اتش بي جي ال للبي دي اف. هضغط عليها كده وهلاقي في اداه هنا اسمها كونفيرت اتش بي جي ال. هاخدها كوبي او ممكن اشتغل عليها من هنا واحطها على الديسكتوب، تبقى عندي في اي وقت احتاجها اشتغل بيها اهو. طيب، خليني نروح للسي اللي فيها فايل بلوت اللي بينزل اوتوماتيك مع كل نسخة جيربر. في عندي مراكر اهي، تمام، اللي هو 003 بانت و002 شورت وهكذا. طيب، هنيجي هنا افتح كونفيرت اتش بي جي ال واقول له اوبن. انا عايز فين الماركر بتاعي اللي عايز احوله بي دي اف؟ اقول له روح للسي، هتلاقي فايل اسمه بلوت. انا عارف المكان بتاعي فين، كل دي ملفات بي ال تي. اقول له تعالى على 002 شورت ده اهو، واجي هنا اقول له سيف از. تمام، هتسميه ايه؟ هسميه 002 شورت. واجي هنا اقول له اختار الصيغه اللي انت عايزها. عندك بي دي اف وعندك جي بي جي وعندك كل الصيغ الموجوده اهي. هقول له انا عايز بي دي اف واقول له اهي ظهرت معايا. اقول له سيف، ابص الاقيه هنا الماركر بقى عندي بي دي اف. هفتح البي دي اف اهو، اقدر اصغر من هنا. ادي القصات بتاعت الشورت. ده شورت من ملابس سبورتس وير رياضيه لعميل من العملاء اللي بتتعامل مع جيربر توجيزر اهو. تمام، وادي السيم الاونس كمان مطبوعه بناء على رغبه العميل. فكده احنا عرفنا مع بعض ازاي اي ملف بي ال تي احوله لو انا شغال على جيربر 10. طبعا الايقونه دي عملوها في جيربر 14 ان انت تقدر تصدر مع على طول بي دي اف، ودي هنبقى نعمل بيها فيديو تاني، بس خليني اوريها لكم اهي. لما تفتح الاوتبوت في الماركر بلوت اوبشن هتلاقي في صيغه بي دي اف اهي، اوتبوت ماركر بلوت اوبشن. الاقي عندي هنا بي دي اف. دي للاسف مش موجوده عند زمايلنا في جيربر 10، لكن انا وريتكم دلوقتي ازاي لو هي مش عندي اجيب الكونفيرت اتش بي جي ال واحول عادي جدا اي باترون عندي البي دي اف وما عنديش اي مشكله خالص. بالتوفيق لكل زمايلنا ولزميلنا الفاضل اللي كلمني سالني على المعلومه. وان شاء الله هنستكمل مع بعض على قناه اليوتيوب برنامج جيربر كاملا، وهنبدا كمان نشرح طريقه رسم الباترونات ببرنامج جيربر طريقه سلسه وبسيطة زي ما عودناكم، عشان تبقى القناة مرجع وريفرنس لأي حد إن هو مشاكل اللي قابلت الناس موجودة على القناة. شرح البرنامج للي مش قادر يدفع تمن الكورس موجود على القناة. بالتوفيق لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.